صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديق؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. وكالعادة فيلم النهارده من اجمل الافلام اللي هتشوفها، لكن قبل ما نبدأ حابب افكرك ان ميعاد تنزيل الافلام ان شاء الله هيكون كل اثنين وخميس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. ويلا نبدأ. بيبدأ الفيلم بطفل اسمه جاك اللي بيكون قاعد مع ابوه بيحكي له قصة اسطورية، وبتحكي القصة عن الملك إيريك اللي كان بيحكم دولتهم زمان. وقتها الرهبان كانوا عاوزين يطلعوا للسماء علشان يشوفوا الجنة، فعملوا تعويذة على بذور الفاصوليا، والبذور دي نبتت منها شجرة كبيرة والفروع بتاعتها اخترقت السماء. وبعدها الرهبان طلعوا الشجرة علشان يوصلوا للسماء، وكانوا معتقدين انهم هيوصلوا لبوابة الجنة، لكنهم اتصدموا لما لقوا نفسهم في بوابة العمالقة اللي بين السماء والارض. وساعتها هجم العمالقة على الرهبان وخلصوا عليهم. وبعدها نزل العمالقة من نفس الشجر للارض واحتلوا الارض ودمروا كل حاجة فيها، لكن اكتر حاجة عجبتهم هي اللحم البشري. وبسبب كده العمالقة اكلوا عدد كبير جدا من البشر، ولكن فرسان الملك قدروا انهم يقتلوا واحد من العمالقة دول. وقتها طلب الملك إيريك من الرهبان يلاقوا طريقة يسيطروا بها على العمالقة، فقرر الرهبان انهم ياخدوا قلب العملاق الميت ويحرقوه ويعملوا عليه تعويذة معينة، وبعد كده صنعوا منه تاج مسحور وادوه للملك إيريك علشان يتحكم في كل العمالقة اللي بتدمر الارض. وبمجرد ما الملك إيريك لبس التاج العمالقة كلهم ركعوا قدامه وامرهم انهم يرجعوا لمملكتهم اللي بين السماء والارض. وبعدها الملك امر جنوده بقطع جذور الشجرة، وبكده قدر الملك إيريك انه يرجع العمالقة لمملكتهم تاني. وبعد فترة من الزمن مات الملك إيريك واندفن مع التاج وبذور الفاصوليا السحرية. وبينهي الاب القصة وبيقول لابنه من وقتها بقت القصة اسطورة قديمة. وفي نفس الوقت ده بتكون إيزابيل حفيدة الملك إيريك مع أمها في القصر، وأمها بتحكي لها نفس القصة اللي كان جاك بيسمعها من أبوه. وبعد مرور 10 سنين بنشوف جاك وإنه مزارع بسيط جدا وعايش مع عمه بعد وفاة أبوه، وبيضطر عمي جاك إنه يبيع الحصان والعربية بتوعه، وده لأنهم مش معاهم فلوس يصلحوا بها سقف البيت. فبيروح جاك للسوق اللي في المملكة علشان يبيعهم، لكنه لقى عرض مسرحي بيحكي قصة الملك إيريك اللي هو بيحب يسمعها، فبيسيب الحصان والعربية وبيدخل يتفرج على العرض. وبيلفت انتباه جاك بنت جميلة هناك بتكون بتسمع برضه قصة الملك إيريك، وفجأة بيجي مجموعة من الحرامية وبيحاولوا يسرقوا صورة البنت دي. فقرر جاك ان هو يدافع عنها، لكن قائد الحرس اللي اسمه ألمون بيجي وبياخدوا البنت دي وبيرجعوا بيها للقصر تاني. وبيتضح ان البنت دي هي الأميرة إيزابيل بنت الملك. وفي الوقت ده بيكون الوزير رودريك في طريقه لمكتبه مع ويك رئيس الشرطة، وبيعرف رودريك من ويك ان الأميرة هربت من القصر. وبيظهر ان رودريك هيتجوز الأميرة قريب، وانه بعد ما هيتجوزها هيستولى على حكم المملكة. وبيشوف رودريك واحد من الرهبان وهو خارج من المكتب بتاعه، فبيروح رودريك مكتبه وبيلاقيه في حالة فوضى كبيرة، فبيفهم ان في حد دخل مكتبه وفتشه، وبيمسك كتاب من بتوعه وبيفتحه، فبيلاقي الحاجة اللي كان مخبيها جواه اختفت. فبيجري بسرعة على قصرية الزرع وبيلاقي تاج الملك إيريك الأسطوري موجود مكانه. وبنعرف هنا ان رودريك قدر يوصل للبذور السحرية والتاج وكان مخبيهم في مكتبه. وبيخمن رودريك ان الراهب اللي كان خارج من مكتبه هو اللي سرق البذور السحرية، فبيطلب الوزير من ويك ان يقبض على الراهب ده بسرعة. وبيتم قفل كل البوابات وتفتيش كل الموجودين في المملكة. وفي نفس الوقت ده بيكون جاك عارض حصانه للبيع، وبيطلب منه الراهب يشتري الحصان مقابل البذور اللي معاه، وبيطلب منه يروح يسلم البذور دي للكنيسة وياخد ثمن الحصان. وبيفهمه ان البذور دي ممكن تغير العالم كله، وبيحذره انه ما يخليش البذور دي تلمس المية ابدا. فبيوافق جاك وبياخد البذور من الراهب وبيديله الحصان، لكن الراهب ما بيقدرش يهرب بره المملكة وبيتقبض عليه. وبعدها بيرجع جاك لعمه وبيعرفه باللي حصل، فبيتعصب عمه عليه وبيتهمه انه مهمل وان الراهب نصب عليه، وبيرمي عمه البذور على الارض. فبيلمهم جاك وبتقع بذرة بين الخشب على الارض، وجاك ما بياخدش باله منها، وبيقول له عمه ان هو هيروح يبيع الحاجات اللي هو ورثها من ابوه المتوفي علشان يقدروا يعيشوا بعد ما هو ضيع العربية والحصان، وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون إيزابيل قدام ابوها الملك وبيعنفها لانها سابت القصر وهربت، فبتقول له انها لازم تتعرف على شعبها اللي هتحكمه بعده. وكمان هي حزينه لان ابوها هيجبرها انها تتزوج رودريك. وبيظهر ان إيزابيل مش عاوزه تتجوز من رودريك لانها مش بتحبه، ده غير انه اكبر منها بكتير في السن، لكن ابوها بيقول لها ان قرار الجواز ده قرار نهائي. فبتزعل إيزابيل وبتسيبه وبتمشي وهي حزينه. وبعد شويه بيروح رودريك للراهب وبيعذبه علشان يعترف بمكان البذور، لكن الراهب بيرفض انه يعترف فبيقتله رودريك. وفي نفس الوقت إيزابيل بتهرب من القصر، وهي في طريقها للهروب بتحصل عاصفه شديدة جدا، وبتلاقي قدامها بيت جاك فبتخبط عليه، فبيفتح لها جاك وبيسمح لها بالدخول. وبيعرف جاك ان دي الأميرة إيزابيل بنت الملك. ولحظة ما بيتكلموا المطر بيدخل جوه البيت، وبيوصل المطر لبذرة الفاصوليا السحرية، وبتبدأ البذرة في النمو بسرعة رهيبة جدا، وبتطلع منها فروع كبيرة بتخترق الأرض، وبترمي جاك بره البيت وبترفع البيت للسماء. فبيتسلق جاك فروع الشجرة وبيحاول ان هو ينقذ إيزابيل، لكنه بيفقد توازنه وبيكون على وشك انه
وبيقع من فوق الفروع. فبتحاول ايزابيل انها تنقذه، فبيمسك جاك في الاسوره بتاعت ايزابيل، لكنها بتفلت من ايديها وبيقع جاك على الارض وبيفقد الوعي. وبيفوق جاك تاني يوم وبيلاقي قدامه الملك مع قواته، وبيسالوه عن مكان الاميره لان الاسوره بتاعتها في ايده. فبيحكي لهم جاك عن اللي حصل، فبيطلب الملك من ألمونت انه ياخد قواته ويطلعوا الشجره ويبحثوا عن ايزابيل. فبيطلب رودريك من الملك انه يطلع معاهم علشان ينقذ ايزابيل ويثبت لها انه بيحبها. فبيوافق الملك وبياخدوا جاك معاهم، وبيفضلوا طول اليوم يتسلقوا الشجره. ولكن فجاه مجموعه من الحراس بيقعوا من فوق الشجره وبيكونوا متعلقين في حبل، وبيطلبوا من ويك انه يشد الحبل وينقذهم. لكن رودريك بيطلب من ويك انه يقطع الحبل ويسيبهم يموتوا. وبيكون ألمونت وباقي القوات فوق منهم، وبيسالوا رودريك عن اللي بيحصل. فبيقول له انه الجنود وقعوا وهو بيحاول ينقذهم لكنه فشل. وبعدها بيوصلوا ارض العمالقه، وما بيكونش فاضل من قوات ألمونت غير 2 بس، هما كرو وبولد. وبيبداوا يبحثوا عن ايزابيل وبيلاقوا بيت جاك قدامهم، لكنهم مش بيلاقوا ايزابيل فيه. فبيخمنوا انها ممكن تكون دخلت ارض العمالقه، وبيمشوا كلهم ورا اثار رجليها علشان يعرفوا طريقها. وبيستغل رودريك انشغال ألمونت واللي معاه، وبيهدد جاك وبيقول له انه عارف ان بذور الفاصوليا السحريه معاه، وبيطلب منه انه يديها له والا هيقتله. فبيديله جاك كل البذور اللي معاه، وبيفضل محتفظ ببذره واحده بس وبيشيلها في السلسله بتاعته. وبعدها بيقسموا نفسهم للفريقين، فريق بيتكون من ألمونت وجاك وكرو، والفريق التاني بيتكون من رودريك وويك وبولد. وبيتحرك كل فريق في اتجاه غير التاني. وبيكتشف ألمونت ان ايزابيل سايبه علامات على الشجره علشان تعرف ترجع تاني. وفجأة جاك وكرو بيتعلقوا جوه شبكة كبيرة وبتكون معمولة كفخ لصيد الحيوانات، لكن ألمونت بيقدر انه يحررهم. وبعدها بيظهر عملاق بيكون جاي ناحيتهم، فبيستخبى كرو ورا شجرة، وألمونت بين الصخور، وبينزل جاك تحت المية علشان العملاق ما يشوفوش. لكن العملاق بيقدر يشم ريحة كرو وبيعرف مكانه وبيمسكه. فبيحاول ألمونت انه ينقذ كرو، لكن العملاق بيضربه وبيفقدوا الوعي، وبياخده هو وكرو بيمشي من المكان. وبيكون جاك متابع كل اللي بيحصل ده من تحت المية، وبيفضل يجري ورا العملاق لحد ما بيوصل للمكان اللي بيعيش فيه العمالقه. وفي نفس الوقت بيكون الفريق التاني لسه بيدوروا على ايزابيل، وبيقدر رودريك هو وويك انهم يخدعوا بولد وبيرموه من فوق الجبل. ولكن فجاه بتيجي مجموعه من العمالقه وبتحاصرهم، وبيمسك واحد منهم ويك وبياكله قدام رودريك. وبيهجم عملاق تاني على رودريك علشان يمسكه وياكله هو كمان. لكن رودريك هنا بيطلع التاج المسحور من شنطته وبيرفعه في وش العملاق. وبنروح لايزابيل اللي بتكون محبوسه جوه قفص، وبيكون واقف قدامها ملك العمالقه اللي اسمه فالون. وبيقول لها فالون ان هو عارف من ريحه دمها انها تبقى حفيده الملك إيريك، والملك إيريك ده هو اللي طردهم من الارض وحبسهم في مملكته من زمان. وبيقول الملك فالون للعمالقه انه جه الوقت علشان ينتقموا من البشر ويدمروهم ويستولوا على الارض. واثناء ما هو بيتكلم بيدخل عليه العملاق ومعاه كرو ألمونت، فبيسالوا فالون انتوا طلعتوا ازاي لمملكتنا، لكنهم بيرفضوا يجاوبوا على سؤاله. فبيمسك فالون كرو بياكله علشان يجبر ألمونت انه يتكلم. وفجأة بيدخل عليهم رودريك وهو لابس التاج المسحور، فبيركع كل العمالقة قدامه. وبيطلع رودريك على كرسي العرش بتاع ملك العمالقة، وبيقول لكل العمالقة ان هو الملك الجديد بتاعهم، وبيعرفهم انهم النهارده هياكلوا ويحتفلوا، وبكره كلهم هينزلوا الارض وهيستولوا عليها. وبعدها الطباخ العملاق بياخد ألمونت وإيزابيل المطبخ وبيلفهم رول في ساندويتش. وبيظهر جاك اللي بيقدر انه يطلع مكان عالي في المطبخ، وبيمسك سكينه وبيفط بيها على رقبه العملاق وبتغرس فيه لحد ما العملاق بيسند على الحيطه، وبتدخل السكينه اكتر في رقبته وبيموت. وبعدها كلهم بيهربوا من مكان العمالقه وبيوصلوا للمكان اللي جم منه علشان ينزلوا للارض تاني من خلال الشجره اللي هم طلعوا عليها، لكنهم بيلاقوا عملاق نايم في مكان النزول. فبيستخدم جاك هنا ذكائه وبيروح يجيب خليه نحل وبيحطها في بق العملاق وهو نايم. فبيقوم العملاق مفزوع من نومه وبيفضل يتألم لحد ما بيقع من فوق الجبل على الارض وبيموت. وبمجرد ما الملك بيشوفه بيستنتج ان العمالقه هينزلوا على الارض وهيدمروها، فبيأمر كل قواته انهم يقطعوا كل فروع الشجره علشان يمنع نزول العمالقه للارض. وفي مملكه العمالقه بنلاقي ان ألمونت رافض انه ينزل الارض مع الاميره وجاك، وبيقول لهم ان لازم يجيب التاج المسحور من رودريك الاول، وده لانه هيقضي على كل البشر لو نزل هو والعمالقه للارض. فبيودعوا جاك وإيزابيل وبينزلوا على الشجره. وبعدها بيلاقي ألمونت جيش العمالقه وهو بيستعد للهجوم على الارض، وبيكون قائدهم رودريك. لكن ألمونت بيطلع فجاه من ورا رودريك وبيهجم عليه وبتقع البذور منه على الارض، وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما ألمونت بيقدر انه يقتل رودريك. وبيجي فالون قائد العمالقه بيمسك جثه رودريك وبياخد منه التاج وبيلبسه في صوابعه زي الخاتم. فبيحكم فالون العمالقه من تاني، والمره دي بتكون بقوه التاج، ومعنى كده ان مفيش اي بشر هيتسيطر على العمالقه تاني. وفي نفس الوقت ده بيقدر جنود الملك انهم يقطعوا جذور الشجره، وبتبدا انها تتحرك وتنخلع من الارض، وبيشوفها ألمونت وبينط عليها قبل ما تنهار كلها.
وفي اللحظة دي جاك بيمسك ايزابيل بقوة وبيقطع غصن من غصون الشجرة وبيتعلقوا فيه، وبيقدر يقع هو وايزابيل على كومة قش ومش بيحصل لهم اي حاجة، وألمونت بيفط من الشجرة في النهر اللي قدام المملكة. وبعدها بيكون الملك قاعد في خيمته حزين لانه ضحى ببنته في سبيل المملكة، لكنه بيتفاجئ انها جاية عليه ومعاها جاك، فبيشكر الملك جاك لانه انقذ بنته. وبعدها بياخد الملك بنته وبيمشوا في طريق رجوعهم للمملكة. وفي مملكة العمالقة بيكون فالون غاضب جدا لانه فقد الشجرة اللي هينزل بها للارض، لكنه بيلاقي قدامه البذور اللي وقعت من رودريك فبياخدها وبيرميها في المية، فبتبدأ الاشجار في النمو تاني، وبيبدأ العمالقة يوجهوها ناحية الارض وبينزلوا من خلالها للارض. فبيشوفهم جاك وهم نازلين فبيرجع للملك علشان يحذره، وبيقرب جاك من موكب الملك وبيطلب منهم يهربوا بسرعة، فبيظهر من وراه كل العمالقة وهم بيجروا ناحيتهم. فبيجري الملك بكل سرعة هو واللي معاه علشان يوصلوا للقلعة، وبيكون ألمونت موجود عند البوابة، وبمجرد ما بيدخل الملك وجنوده بيدي ألمونت أوامر لكل الجنود علشان يقفلوا الجسر اللي بيوصل للبوابة، وبيقدر جاك انه ينط على الجسر في آخر لحظة، وبيقدر فالون انه يتعلق بالجسر، فبيضربوا ألمونت والجنود فبيوقعوه في النهر، وبيكون في نار شديدة جدا على وش النهر وما بيقدرش فالون يخرج منها، وبيغطس تحت المية وبيدور على طريق تاني علشان يدخل منه. فبيفتكر العمالقة ان فالون مات، فبياخد مكانه واحد تاني اسمه فام، وبيكون هو الملك الجديد بتاعهم، وبيدي فام اوامر للعمالقة بالهجوم على الجسر. وفي اللحظة دي بيطلب الملك من بنته انها تروح للمنارة اللي في قمة البرج وتولع الشعل اللي فيها وتحذر كل الممالك اللي حواليهم. فبتروح ايزابيل ومعاها جاك للقصر وبيتحركوا في طريقهم للمنارة، لكنهم بيحسوا بهزة ارضية شديدة تحت الارض، فبيستخبوا وبيلاقوا فالون وهو خارج من ارضية القصر. وبعدها فالون بيشوفهم فبيهجم عليهم وبيكون عاوز ياكلهم، لكن جاك بيطلع بذرة الفاصوليا السحرية اللي معاه وبيرميها جوه بق فالون، فبعدها بيحس فالون بوجع جامد في بطنه، فبيسيب جاك وايزابيل وبيفضل يتألم لحد ما بتخرج فروع الشجرة من جسمه وبتموته، وبتقع ايده اللي فيها التاج جنب جاك. وفي نفس الوقت بتكون البوابة اتدمرت بسبب هجوم العمالقة الكبير عليها، فبيؤمر ألمونت الجنود بتوعه بقفل البوابة الحديدية، لكن العمالقة بيقدروا يدمروها بكل سهولة، وبيدخل فام كل العمالقة للمملكة وبيستعدوا علشان يهجموا على الملك وجنوده. لكن فجأة العمالقة بيرموا أسلحتهم وبيركعوا قدام جاك اللي بيوصل للمكان وهو لابس التاج المسحور، وبيؤمر جاك العمالقة بالرجوع لمملكتهم. وبعد مرور 10 سنين بيكون جاك اتجوز من ايزابيل وخلفوا طفلين، وبيحكي لهم جاك قصة العمالقة فبيسألوه عن مكان التاج المسحور، فبيقول لهم انه خباه في مكان آمن، وبيتم توارث التاج ده عبر الأجيال لحد ما بيظهر في الوقت الحاضر، وبيكون موجود في متحف لندن. وهنا بيخلص الفيلم، وما تنساش تقول لي رأيك في قصة الفيلم، ولو عايز أي فيلم نلخصه قول لي عليه في الكومنتات. يلا سلام.